كيف كل حزب بما لديهم فرحون؟ عندي مؤشر اسمه أيها الإخوة التزيين، زينا لكل أمة عملهم. عندي مؤشر أعمق منه عجيب جدا اسمه الفرح. هذا قطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون. هو فرحان. واحد يقول لي والله صح، لفت نظري أنت فرحان. ليه نقول فرحان؟ ليه نقول كل حزب بما لديهم مؤمنون، كل حزب بما لديهم مقتنعون؟ احنا على فكرة نستخدم هذه اللغة الجاهلة، هذه لغة جاهلة مش علمية. اللغة القرآنية هي الدقيقة، لأن الناس ليسوا بما هم عليه مؤمنون ولا موقنون ولا مصدقون. من قال هذا كذب علمي، هذا كذب على الأعصاب نفسه، على المخ. الناس فرحون بما هم عليه، فرحانين، يسعد بعضهم بعضا. أنا معاك وأنتم معي، كله حلو، كله ممتاز، أنا زي الناس، أنا لست شاذا. عنصر انفعالي ايموشنال، عنصر مش إدراكي. القرآن لم يستخدم تعبيرات إدراكية، استخدم تعبيرات انفعالية عاطفية. صحيح؟ التحبيب، حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوب وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. غريب. أيها العقل الذي باسمك آمن من آمن وكفر من كفر وقتل من قتل وذبح من ذبح. أيها الإخوة، وانتهك من انتهك. باسمك فعل كل هذا، أين حظك أنت من الفعل والتأثير؟ وين أنت؟ وين أنت؟ الأنماط هي التي تفعل. قال تعالى كل حزب بما لديهم الله أكبر فرحون. ما قالش مقتنعون مؤمنون، لا، لأنها مش قناعات، هي مواقف انفعالية. يتم تبني الرأي والموقف انفعاليا مش إدراكيا. فهمتوا كيف أنتوا؟ ويتم الدفاع عنه وتبريره انفعاليا. كل حزب بما لديهم مش مصدقون موقنون، موقف انفعالي بحت. وقال إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا، عشان يسعد بعضكم بعضا، فرحانين بتطبطبوا على بعضكم. حكاية طبطبة هي كلها فرحة، وتحزب في قضايا الملة والعقيدة والدين والحق والباطل ومصيرك الأبدي جنة أو نار. متحزب أنت، مودة بينكم عشان تودوا لك، بتخاطر. أنت خليت عن المودة هذه، أنت المخ بيقول لك بتخاطر، أنت ارجع هتقع وبترجع أنت. قال مودة بينكم في الحياة الدنيا ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين. شوف على فكرة ختام الآية عجيب بقدر عجب أولها. ليش قال؟ قال ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض. يكفر بعضكم، عجيب، يكفر بعضكم ببعض. يعني هل هم في الدنيا آمنوا ببعضهم؟ نعم، هذا هو. شفت النظرية القرآنية؟ هم لم يؤمنوا بالأوثان ولم يؤمنوا حتى بالآلهة ولا بعزير ولا المسيح. هم لم يؤمنوا هذه الأشياء. هم آمنوا بماذا؟ بالمجتمع، بالنمط، آمنوا بأنفسهم، آمنوا بما يريد الآخرون ضمن الحزب الواحد، ضمن المجتمع. أكثر الخلق من مسلمين ومن كافرين لا يؤمنون بموضوع إيمانهم اللي هم أفهموا أنهم يؤمنون به. هذا يفهم الوثني أنه يؤمن بالوثن، هو لا يؤمن بالوثن على فكرة. وهذا المسلم أفهم أنه يؤمن بالله، هو صدقوني لا يعرف هذا جيدا للأسف الشديد العامي. والمسيح أنه يؤمن بالثالوث، كلام فارغ ولا بيعرف شو ترينيتير. مش هذا هو يؤمن بإيمان الجماعة. موضوع إيمانه ليس عيسى، ليس الوثن، ليس الله. موضوع إيمانه إيش هو؟ إيمان الجماعة. إيمان الجماعة حتى لو كان كوفير أو شيء مغلق، هو يأخذه كما هو بغض النظر، ما عندوش مشكلة. ولذلك حين الجماعة هذه تغير إيمانها تماما، يخلق نمط جديد في التوجه ويغير عادي ويكون مرتاحا. فلذلك هو إيمانهم لم يكن بأوثان كذا، آمنوا ببعضهم، هم آمنوا ببعضهم البعض. ومثل كل شيء في هذا الوجود، كل شيء في هذا الكون له مزايا وله مثالب. هذه المزايا أين المثالب؟ المثالب أن هذا يجعلنا دون أن نشعر ضحايا ليش؟ للمحاكاة والتقليد والتعاطف الغبي، استغفر الله، بل التعاطف الكافر. أتعاطف مع الكبير ومع عالمي ومع الرابي ومع القسيس ومع الشيخ ومع الملا ومع الملحد ومع الفيلسوف وأستاذ الجامعة في كفه حتى وفي تجديفه. أتعاطف معه وأردد وأشعر أنني مقتنع، وأنا لست مقتنع، أنا مجرد متعاطف، مجرد ضحية لهذه الخلايا العصبية المرئوية والعقل المتعطل والإدراك واقف كله. وكل حزب بما لديهم فرحون. حتقول مصيبة هذه، أنت هيك أثرت قلقنا، بدينا نشك في أنفسنا، في خياراتنا العقدية الفكرية، ماذا نفعل؟ على كل حال أنا بقول لك ما دام خياراتك هذه تتعدى بفضل الله وجود الله، تصديق برسول الله وبالقرآن وبالآخرة، الأمر إن شاء الله سهل.
ما تخافش انك شيعي، ما تخافش انك سني، ما تخافش انك اباضي، والله العظيم ما تخاف. انت مؤمن موحد بعون الله، انت ناجي ان شاء الله تعالى. لكن خياراتك الثانيه هذه انتبه، عندما تاخذ موقف من عدنان، موقف من سامي ومن سميح، لا تراجع، لأن هذا نوع من الظلم. انتبه، انت ممكن تكون ضحيه لهذا الخلايا وانت مش داعي نفسك. انت بتسقف وبتسحج وبترمي وكذا وانت مش عارف ايش اللي بيصير. فلا تراجع وخليك كثير متواضع في مواقفك وتقييماتك وقراراتك، لان الامر مش كما تعتقد انه ابن ادراكك وابن انتخابك واصطفائك الفكري ومدلل ومبرهن. الامر يجي على نحو اخر. هل من حل لهذه الورطه؟ هل من مخرج من هذه الورطه، من هذه الازمه ايها الاخوه الانتخابيه في الاراء العقائد والمليات؟ في والقران ذكره. كيف؟ لو الآن سألت أي واحد فيكم، وكلكم ما شاء الله أذكياء ولماحون، لو سألت أي واحد ذكيا ولماحا وقلت له لو اقترحت أنت هيك، افترضت حلا موجودا، من أين يجب أن ينطلق؟ أو يجب أن يعكس ماذا؟ عليه أن يعكس ماذا؟ حتقول لي بصراحة في مثل هذه الحالة خير وسيلة لانتخاب حر لآرائي ومواقفي الانسحاب. صح ولا لا؟ الانسحاب من شعاع المجتمع، من أضواء المجتمع. الانسحاب من وجوه الآخرين. أقعد لحالي شهر وشهرين وثلاث وأربعة وأعيد التفكير. هتقول لي هذا الذي فعله كل الأنبياء، نعم، وكل المصلحين وكل العظماء، وهي ظاهر لفتت نظر المؤرخ الإنجليزي الكبير أرنولد توينبي وسماها ظاهرة الانسحاب أو العزلة والعودة. كلهم فعلوا هذا. إبراهيم فعلها، محمد فعلها، بوذا فعلها، كلهم، عيسى فعلها على الأقل 40 يوم على الجبل ولا شاف بشر لحاله. النبي كان يتحنث كل سنة الليالي ذوات عدد في حراء بعيدا عن العالم كله. وأين دامه الوحي؟ في حراء وحده. صحيح؟ كلهم. توينبي وذكر محمدا وقال كلهم فعلوها، الانسحاب والعودة. ولما يعود بالنمط ولا بما يكسر النمط؟ بما يكسر النمط، بشيء جديد، مساهما في خلق نمط جديد. هتقول لي هذا نبي وهذا بوذا وهذا مصلح، أنا مين؟ لا، أنت خليفة الله، أنت الإنسان المكرم، أنت المأمور على الأقل بما وجه الله به أنظار الكافرين، وأنت أعز وأشرف كثيرا منهم حين قال في سورة سبأ قل إنما أعظكم بواحدة. وعلى فكرة كلمة واحدة هذه بدها وقفة. يعني ليه واحدة؟ كأنه بقول لك طريقة سهلة، ووركس، يعني تشتغل 100% وفعالة وقاطعة. إيش رأيك؟ الله بقول لك هيك، أنا بضمن لك. مش هذا ورطة عرض عليكم عدنان، ورطة كبيرة حيرتكم. الله قال لك أنا هعطيك حل من الورطة هذه فعال و100%، وتخرج من كل هذه المطبات والالتباسات والاشتباهات. وين يا رب العالمين؟ قلبي واحدة، كلمة واحدة، قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى، أكثر شيء 2، 3 لا. هيرجع النمط يسيطر عليكم، كل حزب بلديهم فرحون وتخاف كذا. 2 أكثر حد، وواحد أحسن بكون وتقعد لحالك ساعة وساعتين و1000 وشهر وشهرين وتفكر وتعيد وكذا وبيعون الله وتستهدي الله، تبتعد على الكبر والغطرس والمصالح والهوى وتستهدي الله. سيهديك الله تبارك، سيهديك الله. أنه حين يتم اختبار شخص معين في موضوع له علاقة بالإدراك الحسي، أيهما يتشابه، أيهما يتخالف، من أطول من أقصر، طبيعي الشخص حتى لو كان طفلا يعرف هذا بسرعة. صحيح؟ وهذا ما يحصل. لكن حين يتأثر بالآخرين ويستمع إليهم يتشوش عليه الإدراك الحسي، لا يرى الشيئين المتماثلين متماثلين. إذا قالت الجماعة إنهما متخالفان يراهما أيها الإخوة ليس عن قرار وإرادة كما قلت. هذه تجربة تجربة سلمان التي دعمت في 2005 أذكركم. وإنما الدماغ يراهما فعلا غير متماثلين. هذا الشيء عجيب. ولذلك علق مصممون التجربة ماذا قالوا؟ قالوا إن الجماعة، الحزب، كل حزب قال والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك ومن الأحزاب من ينكر بعضا. أنا اليوم أيضا لأول مرة في حياتي ولا أعرف تفسيرا صحيحا دقيقا بمقدار هذا التفسير، أول مرة أفهم الآية. لماذا يسمي الله كفار مكة وأشكالهم أحزابا؟ عشان أقول لك آلية الكفر، كيف يتم الكفر عندهم. هذه تخيل، أحزاب، سموهم الأحزاب. وسمى الأقوام الأخرى الكافر أيضا أحزاب، أولئك الأحزاب في صاد. شيء مذهل، القرآن مذهل، القرآن عجيب. ولا تعلمون نبأه بعد حين. كل عصر سوف تكتشف القرآن أنت الوجود في جماعة أو الجماعة أيها الإخوة
تؤثر على كيفية رؤيتنا للعالم، تعيد ترتيب رؤيتنا للأشياء والعالم. الجماعة، النمط، الحزب، المجموعة، جميل جدا. تعرفون هذه، أنا وجدت آية قرآنية تذكر هذه التجربة. هذا الذي جعلني أصيح اليوم الله أكبر الله أكبر وحدي والله العظيم، شيء غريب. قال تعالى: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. الله أكبر الله أكبر على هذه الآية، الله أكبر من هذه الآية يا إخواني. في سورة الأنعام ما هذا؟ الله يقول: حين تسمع الحق، انتبهوا حتى ينطبق علينا اليوم هذا حتى الآن، حين تسمع الحق، حين ترى الحق، طبعا لأول وهلة ستتأثر به وستعلم أنه حق ساطع ورأي قاطع وحجة دامغة وتوخم بهذا، لأنه حق يا أخي، هذا حق، هذا يوافق فطرتك. قال: إن تركت ما شعرت به وأيقنت به واطمأنت نفسك به وعدت مرة أخرى تستمع إلى الحزب، إلى الجماعة، إلى النمط، إلى الناس، قال ضيعت على نفسك فرصة كبيرة، سوف تبقى في تيه وحيرة وتقلب وتردد، سوف تبقى أعمى. ما هذه الآية؟ هذه الآية أحسن شرح لها في ضوء تجربة آش وتكملتها في 2005. ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. متابعة النمط والمجتمع هو طغيان أيها الإخوة، طغيان والعياذ بالله، مجاوزة لحدود انتخاب الحقائق ومعرفة الحق وتمييزه من الباطل.